في ناس كتير جدا بعد الوجبة الفري بتحس ان جسمها زاد قوي او حاسة بانتفاخ، ان جسمها نفخ مش انتفاخ في معدتها. ده ليه؟ ده لان الوجبة الفري بيكون محتواها من النشويات عالية. انا بروح مثلا اكون منتظم طول الاسبوع، في الاخر مثلا اروح اجيب بيتزا، اروح اجيب برجر، اروح اجيب حاجة نشوياتها عالية، فكل جرام من النشويات بيخزن قدامه 4 جرام من المية. دي مش دهون يا جماعة، ده احتباس للسوائل في الجسم نتيجة ان انا خدت حاجة الكارب بتاعها عالي جدا. فما تقلقوش خالص، وده عادي وبيحصل جدا. اشرب الحاجات اللي بتنزل بقى المية من الجسم، زي المنقوع، الكرفس على بقدونس. اقلل المحتوى النشويات طبعا، اقلل الاملاح، لان الاملاح برضو المحتوى العالي من الاملاح بيحبس ميه في الجسم. وهتلاقي 3-4 كيلو دول بيكونوا وهميين، بينزلوا عادي جدا، ولو عملت انبادي هتلاقوهم في الميه. مستحيل تزيد 3-4 كيلو دهون في اسبوع يعني، او في يوم سوري بتاع الفري. فده عادي جدا وما تقلقوش، والميه دي بتنزل عادي. ازاي اعرف لو ان انا اتعالجت من مقاومه الانسولين او ان انا ماشي صح ازاي؟ اول حاجه هلاقي شرايطي للسكريات قلت، مش طول الوقت عايز حاجه حلوه، سواء اي حاجه يعني. فكره ان انا طول الوقت عايز حاجه حلوه دي هتلاقيها قلت. تاني حاجه هلاقي محيط الخصر بتاعي قل، الميوي والارقام الخزعبليه دي لا هتبدا تلاقي قل، وهبدا الاقي في فرق في مقاسات جسمي كلها عامه لاني بنزل دهون لو انا ماشيه صح. تالت حاجه هلاقي الاسمرار اللي حوالين الرقبه والاندر ارم قل معايا جدا طبعا. رابع حاجه، لا ودي من ابسط الحاجات، لو رحت حللت هلاقي النسبه بتاعتي بدات تظبط والدنيا بدات تبقى تمام. طب انا محتاجه اخس قد ايه عشان ابدا الاحظ ان الحاجات دي بدات تبقى تمام معايا؟ من 5-7% من وزني. لو خسيت من 5-7% من وزني، هبدا الاقي اعراض السمنه والحاجات اللي جايه لي بسبب السمنه بدات تتحسن. يعني لو عندي كوليسترول هيتحسن، لو عندي كبد دهني هيتحسن، مقاومه الانسولين بتاعتي هتتحسن، لو انا مفاصلي تعباني الوضع ده هيتحسن. فكل حاجه هتتحسن لما ابدا انزل من 5-7% من وزني، نتيجه مقاومه الانسولين او سوري نتيجه السمنه او نتيجه ايه، اي ضرر عندي. ده حلو قوي قوي قوي، بيقول تغيرات المود اللي بتحصل اثناء الدايت. اول حاجه لازم نبقى عارفين ان اي رحله تعافي سواء صحيه نفسيه اي حاجه بيبقى فيها ups and downs. مش هفضل طول الوقت ماشي مظبوط وماشي مستقيم، لا لازم في اوقات بلاقي نفسي بنزل فيها، وده طبيعي جدا لان احنا بني ادمين، ما اقدرش التزم 100% طول الوقت. فلازم ابقى فاهمه ده ومتقبله ده. الفكره في الاستمراريه، مش في ان انا ابقى متحمس في البدايه وابدا امشي على الورق 100 في اول كام يوم، وبعد كده اجي الاقي نفسي زهقت، لا الدنيا مش مناسبه معايا، لا مش عارف ايه. اول حاجه لازم الدايت ده يبقى مناسب معاك، يبقى مناسب لاحتياجاتك. فكره ان يكون في تقلبات مزاجيه ده طبيعي، لان انا قبل الدايت ايه اللي بيحصل؟ كنت عايش براحتي، باخد كميات سكر كبيره ونشويات وفاست فود. ففكره ان انا بدات اقلل ده، اعراض انسحاب السكر من الجسم كفيله انها تخليني مكتئب واني زهقان، خصوصا ان انا شخص كان ممكن يكون عندي اكل عاطفي او لاقي سعادتي في الاكل. فده طبيعي ان ده يحصل لي، الا لو انا ده بيحصل لي اكتئاب نتيجه مثلا ان انا باخد ادويه سد شهيه زي الادويه السوبوترامين اللي بتشتغل على المخ. دي كارثه، لازم الحاجات دي كلها تقف. او ان انا ماشي على دايت مش مناسب ليا او دايت قايم على الحرمان، لا الكلام ده لازم يقف، الادويه دي لازم تقف، طريقه الدايت ده لازم يقف. انما لو تقلبات مزاجيه مصاحبه ليه في البدايه، ده طبيعي عادي جدا ولازم اتقبل ده. لان اي رحله زي ما قلت لكم تعافي سواء نفسيه، حتى الناس اللي بتتعالج نفسي صحي، بيبقى فيها ups and downs. لازم مش هفضل ماشيه 100% صح طول الوقت. فكره ان انا عارفه ان انا ابقى عارفه ان هيجيلي اوقات هزهق، همل شويه، ها بس انا عارفه ان انا عندي اراده وان انا هرجع تاني. اهم حاجه عندي الاستمراريه. فكرة ان انا امشي 100%، ممكن امشي 80% واستمر، او 70% التزام واستمر، احسن من امشي 100% وبعد اول اسبوع اسبوعين اجي واقفة.